بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. طبعا نزلت أنا فيديو بتكلم فيه إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بتكون رؤية على حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وصورته وأوصافه التي وردت في كتب السنة. وبينت قلت ان اللي يقول لك انا شفت نور، ما شفتش الملامح ولا شفت وجه ولا شفت جسم ولا شفت اي حاجة خالص، انا شفت نور جاي كده، ده مش النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فما تخليش الشيطان يتلاعب بيك. لكن لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. يعني ايه بقى من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي؟ يعني أنا أجيله هيراني على صورتي الحقيقية، كث اللحية، عريض الجبهة، مقوس الحاجبين، كث لحيته كثيفة، وجهه يعني مشرئب بياض مشرئب بحمرة، وجه منور كده. عارف وجه منور ده تعبير مجازي. وقول لي الصحابة كانوا بيقولوا احنا ما كناش بنقدر ننظر في وجه النبي لان كان من شدة النور الذي فيه. يا جماعة ده تعبير مجازي. كانوا لا يستطيعون إدامة النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وجهه كالبدر، مجازي، تعبير مجازي. يعني انت لما بتشوف راجل صالح بتقول له ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، النور بيشع من وجهك، وجهك بيشع نور كده. هو طبعا لو طفيت النور مش هينور المكان، مش هيقيد المكان اللي انت قاعد فيه وينوره. انت بتقول له تعبير مجازي ان الصلاح اللي هو عليه ربنا منور وجهه، منوره بالإيمان، منوره بالصلاح، منوره بالهداية. مش معناه يعني كلوب بأيد نور. فلما اجي اقول نور، مش شايف حاجة، شايف نور، شايف كتلة بياض كده، نور بيشع نور، واقول ده النبي؟ لا، مش النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش تشكيك. انت ما تخليش الشيطان يتلاعب بيك. لما تشوف النبي في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك بصورته وهيئته اللي هو كان عليها، اللي الناس كانت بتشوفه بيها. انما تقول لي شفت نور وما تشككش الناس. تشككش الناس ايه؟ ايه الدليل ان انت اللي يشوف نور يبقى شاف النبي؟ ها؟ ما احد الصالحين جاءه الشيطان في نور، شاف نور، بيقول من انت؟ قال له انا ربك. ما قدرش يقول له انا الله. قال اخسأ فانك ابليس. فسيبك من حكاية نور. انا شفت نور كده ما شاء الله نور. طب يا عم اوصف لي شكله، حواجبه عاملة ازاي، انفه عاملة ازاي، جبهته، وشه، لحيته، شعره، عمامته، ثيابه. لا لا لا، ما شفتش حاجة زي كده. امال ايه اللي شفته؟ نور. لا، احنا بلاش انت تضلل الناس. احنا بنلتزم باللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه: من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. الشيطان ما يتمثلش في صورة النبي. لكن في نور ممكن الشيطان يعمل لك نور. ايه؟ احنا ساعات لما بتعالج حد بتقول له شايف ايه قدامك؟ شايف نور، شايف نور ابيض. نور ابيض يعني دليل ان ربنا شفاه والمس اللي فيه راح، الحمد لله رب العالمين. وممكن يتلاعب بقى بيه الشيطان او الجن. لا، احنا انما اقول شفت النبي، شفت النبي رؤية حقيقية واضحة. ما تكذبش على نفسك انت وما تخدعش نفسك ويكون الشيطان تلاعب بيك وجالك كده شفت شوية نور في المنام فقلت ده النبي. طب مين يا عم قال لك النبي؟ والنبي مش هيكلمك؟ انما لو شفت النبي على حقيقته وعلى صورته وعلى هيئته، لو ما كلمكش يبقى زعلان منك. يعني انت كلمته ولقيته زعلان وما كلمكش يبقى زعلان منك، يبقى انت عندك تقصير في السنة. تمام؟ فاحنا ما نضللش الناس ونقول اللي يشوف نور والنور يقول له انا النبي، او يقول له هو ده النبي، واحد تاني يقول له هو ده النبي. لا،
مش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هيجي لك كما خلقه الله سبحانه وتعالى، وجهه كالبدر. مش معناه بقى كالبدر، انا لما اقول لك وجهه كالبدر كده يعني قمر مش هتشوف في حاجة، لا، وجهه كالبدر، نور، بس نور مش نور يحجب النظر ولا نور يمنع الرؤية، لا، هو منور كده، منور. مش معناه يا جماعة النور بالمعنى الحقيقي اللي احنا بنشوفه، يعني مش شمس، مش لمبة. اي ده احد الصحابة كان اللهم صل على سيدنا محمد، لما اسلم ودخل في الاسلام، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له انه يجعل له آية يعني ويروح يدعو قومه، ربنا جعل له نورا في جبينه. فقال له لا يا رسول الله، ده لو اهلي شافوني يفكروا ان دي مثلى، يعني ان الآلهة بتاعتهم والاصنام بتاعتهم اصابتني مثلا بالحاجة ديت في جبيني عشان انا تركت عبادة الاصنام والاوثان، فجعلها في طرف العصا بتاعته، بقى ماشي كده النور في طرف العصاية بتاعته. تخيل بقى لما واحد يبقى كله ماشي منور كده، وشه النار، مفيش ملامح ظاهرة منه، لا عيون ولا حواجب ولا فم ولا أنف ولا لحية ولا حاجة، هو جسم ماشي وهالة نور زي اللي بتحصل في الأفلام أو المسلسلات اللي بيجيبوها التاريخية، ويجيب لك مثلا يكون هيجيب لك صحابي أو نبي من الأنبياء ويجسد لك الشخصية بتاعته ويروح عامل لك على وشه هالة من النور كده، يبقى جسم ماشي وحاجة بيضة على الوش. لا، هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة، بصورته، بهيئته، بلحيته، بحاجبيه، بعينيه، كالبدر، وشه أبيض مش رقيب بحمرة، فده النبي صلى الله عليه وسلم. ما تخليش الشيطان يضحك عليك وانت ما تضللش الناس بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.